تعليق جاني وهز كياني. بتقول ابنها في كلية طب وبيقول لها اقتلوني وخلصوني. الجملة دي مش مجرد كلمتين، ده جرس انذار. بيقول ان في بيوت كتير جدا فيها القنابل الموقوتة دي. النهارده مش جاي اكلمكم كرغد الجوكر، النهارده جاي اتكلم كأم لكل شاب وكل بنت، وكأخت لكل شاب وكل بنت حاسين ان الدنيا ضاقت عليهم بجد. ليه وصلنا لمرحلة ان كليات القمة بقت عبارة عن مقبرة لنفسية ولادنا؟ ازاي انقذ ابني قبل فوات الاوان؟ يا جماعة لازم نفهم ان جيل ولادنا عايش تحت ضغط احنا ما عشناش ربعه. ضغط السوشيال ميديا وضغط المقارنات، كمان ضغط التوقعات. ابنك او بنتك اللي دخلوا طب او هندسة شايلين على كتافهم، خايفين يكسروا فرحتكم. لما الشاب يحس انه آلة للمذاكرة بس، انه لو فشل او تعب هينزل من نظركم، هنا بقى يا ماما تبدأ الكارثة. الاكتئاب مش دلع، مرض بياكل في روح ابنك، بيخلي الشاب مش شايف قدامه، بيخلي البنت مش شايفة قدامها غير انها تنهي الوجع دلوقتي. امتى انت كأم تقولي الموضوع لا مش مجرد كسل، مش موضوع زهق؟ لما تلاقيه عزل نفسه ومبقاش يحب حاجات كان بيحبها اصلا. خدي ابنك او بنتك في حضنك، قولي لهم الجملة دي: يا حبيبي انت اهم عندي من الشهادة، لو مش قادر تكمل انا معاك، حياتك عندي بالدنيا كلها، وقفي المحاكمة بقى. الجملة دي بس تنزل جبال من على كتف ابنك. بلاش جملة ده غيرك يتمنى مكانك، ده غيرك يتمنى تكون هنا، ده غيرك يتمنى تكون دخلت الجامعة الفلانية. حرام عليك يا أخي، احنا صرفنا دم قلبنا عليك. صدقيني الكلام ده بيخليه يروح للانتحار أسرع ويزود إحساسه بالذنب أكتر. البيت لازم يكون مساحة للراحة، مش لجنة امتحان تانية ابنك شايل همها. سيبيه ينام، سيبيه يخرج، سيبيه يفرغ طاقته بعيد عن الاكتئاب. يا ست الكل مفيش حاجة اسمها ابن اتجنن. الدكتور النفسي هنا عامل زي دكتور الباطنة بالظبط. لو الكيمياء اتلخبطت مفيش تشجيع، مفيش كلام، مفيش صلاة، مفيش حاجة هتحلها، لازم علاج متخصص. بلاش تضحي بابنك، بلاش تضحي ببنتك عشان خايفة من كلمة دكتور نفسي. كلمة للبطل والبطلة اللي يسمعوني: أختي وبنتي وأخويا وابني، مفيش ورقة امتحان في الدنيا تسوى دموع عين أمك أو وجع قلب أبوك عليك. وتعبان اتكلم، اصرخ، اطلب المساعدة، بلاش تستسلم للسواد. صدقني يا حبيبي، صدقيني يا حبيبتي، النجاح ليه 1000 طريق غير الطب والهندسة. عارفين الموقف ده فكرني فعلا بقصة بنت حقيقية مرت عليا. البنت دي برضو كانت في كلية قمة وكانت أشطر طالبة شفتها في حياتي. فجأة في سنة تانية جامعة اختفت. لما سألت عنها عرفت إنها دخلت في دور صمت تام، لا بقت ترد على حد ولا عايزة تخرج من أوضتها. فلما سألت مامتها وكلمتها قالت لي جملة واحدة بس وجعت قلبي. كنت فاكرة إنها بتدلع عشان تهرب من المذاكرة، فكنت بضغط عليها أكتر وأقول لها ذاكري، أقول لها بصي لولاد عمك، بصي لولاد خالتك. للأسف الضغط اللي أنا عملته وصلها للمرحلة اللي هي فيها دلوقتي، وحاولت تنتحر أكتر من مرة. الأم بكت وعيطت وقالت لي يا ريتني كنت خدتها في حضني، يا ريتني كنت قلت لها مش عايزة دكتورة بس عايزة بنتي. البنت رجعت يا جماعة الحمد لله، بس بعد رحلة علاج طويلة نفسية. خسرنا سنين من عمرها وصحتها بسبب ان احنا ما سمعناش صرختها الاولى، وصفناها بانها بتدلع. لو ابنك جه النهارده وقال لك انا مش قادر اكمل في كليتي، هل اول رد فعل ليك هيكون الحضن ولا اللوم؟ جاوبوني بكل صراحة في التعليقات. احنا هنا بنتعلم من بعض. هل التصرف ان احنا اتأخرنا في المساعدة ولا انقذنا الموقف؟ طب مين فيكم شاف قصة شبه قصة البنت دي في عيلته وتصرف ازاي وقتها؟ لو انت مكان الام اللي بعتت التعليق ده، ايه اول كلمة هتقوليها لابنك النهاردة لما يرجع من الكلية؟ مستنية اشوف رسائلكم اللي كلها حب لولادكم. يا رب يحفظ ولادنا ويبرد قلب كل ام. يا رب استنوني في فيديوهات تانية هنكمل كلامنا.